السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ معاك وفاء مصطفى. هنعمل النهاردة مع بعض ألذ وصفة للفول المدمس هتجربيها أو هتدوقيها في حياتك. الفول المدمس النهاردة بتاعنا زي ما انتم شايفين شكله بيتكلم ألذ من أي فول هتشتريه من بره، مش تحتاجي تشتريه أبدا تاني. وكمان هنحفظه في التلاجة، مش هنفرزه، وهيقعد معانا شهر كامل بنفس الطعم وكأنك لسه عاملاه حالا. هقولك ازاي ما يعملش قشرة معاكي، وهنقول النهاردة اسرار حتى المحلات ما بتعملهاش، واكد لك ان ألذ فول هتدوقيه وهتعمليه لو جربتيه وعملتيه بنفس الطريقة دي بالظبط. هنعمل النهاردة مقدار كبير عشان ما نشتريش خالص. يلا بقى على بركة الله نبدأ ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا جبت كيلو ونص فول، ده فول بلدي اهو. الفول البلدي يا جماعة دي احلى فولاية، بتبقى فاتحة كده ولونها ابيض، ومعاه فول مدشوش اللي هو المتقشر، وعدس اصفر. دول الثلاث حاجات اللي اخلطهم مع بعض عشان نعمل الفول. نقيت الفول طبعا، هو اصلا ما كانش فيه حاجة خالص، فول بلدي ابيض اهو زي ما انتم شايفينه. ودول كيلو ونص. هنحط عليهم، بصي يعني المقدار مش محدد، براحتك خالص. انا عن نفسي حط عليهم مثلا كوباية او كوباية ونص من الفول المدشوش، وكوباية او كوباية الا ربع من العدس الاصفر. يعني المقدار اللي هتحطيه من العدس الاصفر والفول المدشوش يعني براحتك خالص. تمام. حطيتهم كلهم على بعض. هتقولوا لي هننقع الفول من بالليل للصبح او هننقعه كام ساعة؟ هقولك لا، مش هينفع ننقعه خالص. احنا هنطلع منه الغازات بس بطريقة يعني مختلفة خالص. انا هغسل الفول بتاعي مع العدس مع كل المكونات حوالي 4 5 مرات. انا حطاه في مصفى وتحتيه طبق اهو المية اللي اتغسل بيها عشان اسهل على نفسي اهو. وهغسله بقى تحت الحنفية كمان 4 مرات مثلا، لغاية ما المية بتاعته تبقى رايقة خالص، وكده خلاص اتغسل معايا. وزي ما قلت لكم هعمله النهارده في حله، فجبت حله تكون غطاها محكم الغلق، دي اهم حاجه يا جماعه في الحله. وحطيت فيها ميه بارده عادي من الفلتر، والحله 3/4. بصوا مقدار الميه قد ايه، انا بقلب لكم الفول بقى مع العدس مع كله. المقدار الميه داخل لغايه اخر الحله، سايبه بس مسافه للغليان. والغطا لازم يكون محكم اهو، مقفول كويس قوي، ما ينفعش غطاها ما يكونش مقفول. على نار عاليه حطيتها عادي جدا، وهسيب الفول لغايه ما يغلي. تعالوا بقى، كل الحاجات اللي هنشيلها من فوق دي هي اي غازات في الفول. الريم ده كله اللي هنشيله هيخلي الفول بتاعنا ما فيهوش اي غازات ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم حاجه، هما في المطاعم وفي عربيات الفول بتاعت زمان كانوا بيعملوا كده، محدش بينقع فول خالص يا جماعه. هقول لكم نقع الفول بيعمل ايه. نقع الفول بيخلي القشره بتاعته يعني تفصل، ويبقى في ليه قشره كده. حاجة تانية بتخليه مش طعمه مش فول مدمس، بيبقى قريب كده من الفول النابت او طعمه ناقص حاجة. اما الطريقة دي هتخليكي تاكلي فول مدمس وتستمتعي بيه. هنشيل كل كمية الريم اللي بتطلع دي، بيبقى فيها كل الغازات اللي جوه الفول. وهو يا جماعة بيقولوا فيه سموم، فيه غازات، فيه حاجات. المهم ان انت تشيلي كل الابيض ده كله خالص، الليبي، وكل ما يتجمع في النص كده يعني حاجة اهو شيليها. الموضوع مش هياخد معانا 5 دقايق وهنكون شيلنا كل حاجة. زي ما انتم شايفين كده خلاص. انا سايباه على نار عالية لغاية ما اتأكدت انه غلي، وشلت كمان كل الريم اللي فيه الغازات او السموم اللي بتبقى في الفول. دلوقتي خلاص ما فيش اي حاجة فوقيه. غطي بقى عليه الغطا وهنقله على عين تانية. هنقله على اهدى عين، يعني عين تكون هادية، وهدي النار خالص والغطا محكوم كده. سبته لمدة 5 ساعات، وحابة اوريهولكوا بعد 5 ساعات بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعة اهو، الفول بتاعي لسه ما استويش. بصوا لسه في عضة شوية كده، محتاج 6 ساعات بالظبط عشان يستوي. وده يعني التسوية بتاعت الفول البلدي. عايزاكم تشوفوا مية الفول شكلها عامل ازاي، عشان هنعمل بقى خطوة دلوقتي تخليه فول احترافي بجد. بصوا يا جماعة انا كده فات معايا 6 ساعات اهو. بصوا الفول بتاعي استوى تسوية 100%. بصوا طري جدا اهو، مفيش اي فولاية ما استوتش اهو. وزي ما انتم شايفين المية بتاعته برضو عايزة اوريها لكم، وبقلب لكم الفول عشان تشوفوه اهو. بصوا لما تلاقوا الفول كله طري كده، مش تشوفوا واحدة بس، لا شوفوا 3 4 كده عشان تتأكدوا ان الفول كله استوى 100%. اغطي عليه والنار هادية برضو. وبصوا يا جماعة بعد 5 دقايق، اللي عايز يسيب الفول كده ومش عايز يضيف عليه اي اضافات يسيبه براحته. انا عن نفسي هزود المية عليه عشان بنحب مية الفول، فالمية هتبقى خفيفة معايا كده اهو. والفولايه استوت خالص. طبعا انا كنت مزوده عليه ميه بتغلي، وعايزه اقول لكم ما زودتش على الفول ميه خالص غير مرتين اتنين، المره اللي انتوا شفتوها دي ومره تاني في نص التسويه.
الخطوة دي بقى اللي هتنقل الفول في حتة تانية خالص. 6 معالق كبار من الدقيق، دقيق ابيض عادي خالص، عليهم نص معلقة صغيرة من الكاري او الكركم، وعليهم برضو نص معلقة صغيرة من البابريكا. نقلبهم مع بعض. على فكرة لو مش حابة تحطي كاري او بابريكا يبقى كفاية الدقيق بس. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزل المية على الدقيق عشان الدقيق ما يكلكعش معاكي. انزلي بالمية شوية بشوية، يعني ما تحطيش مية مرة واحدة. انا عايزة اقولك ان دي طريقة سهلة، مش هتحتاجي لا مضرب ولا يعني خلاط ولا كبة ولا اي حاجة. بايديا اهو بفك الدقيق كويس بالمية اهو. بصوا، مش هزود مية بقى دلوقتي غير لما احس ان مفيش اي تكتلات خالص في الدقيق، فهفضل اقلب كده. وده سهل جدا، وبالمعلقة هتبصوا تلاقوا العجينة معايا فكت خالص، مفيش اي تكتلات. بعد ما خلاص اتأكدت ان مفيش تكتلات، هزودي بقى المية بتاعتك وظبطي الخلطة دي. انا عايزة قوامها يبقى سايل كده، وهوريكم القوام عامل ازاي. بصوا اهو انا عايزاه كده. طبعا مفيش ولا يعني دقيق، كله دايب كويس جدا. شايفين اللون بتاعنا يا جماعة؟ اللون ده هيبقى يعني هيظبط الفول في قوامه وفي لونه كمان اكتر. بصوا انا بنزل واحدة واحدة في الخليط، وبايدي التانية بقلب. وانا بقلب هلاقيه بيتقل معايا، والمية بتتقل، ويعني المعلقة اللي بقلب فيها يعني تقلت خالص معايا. بصوا نزلت بكل المقدار اهو، والفول زي ما انتم شايفين ميته تقلت. عايزة اقول لكم طعم المية دي لوحدها خطير جدا اهو. بصوا التقل في ساعتها في ثواني. اهم حاجه ايد بتنزل وايد بتقلب، ودي تتاكدي ان انت قلبتيه كويس ما يبقاش فيه كتل. غطي عليه وهسيبه بقى شويه. سبته قد ايه؟ سبته 10 دقايق لغايه ما الدقيق يستوي طبعا جواه. وبعدين فتحت عليها قدامكم. بصوا بقى القوام والتقل والشكل، ولا الريحه بقى. الريحه رهيبه بجد، ريحه فول مدمس يعني بتاع عربيات الفول كده بتاعت زمان. وعايزه اقولك ان انت لما تسيبيه يعني يبرد هيتقل اكتر واكتر. والحلة دي كلها اتعملت من 1.5 كيلو من الفول المدمس، يعني تقعد عندك فترة طويلة جدا. ما تشتريش غير انه ألذ من اي فول تكوني جبتيه من احسن حتة. انا بقولك اهو جربي وهتشوفي. انا خلاص طفيت على الفول بتاعي، غطي عليه وهسيبه يعني يبرد 5 دقايق. عايزة اقولك لو عايز تحفظيه بقى في التلاجة وما تحفظهوش في الفريزر وتاخدي منه طازة على طول، هقولك على طريقة سرية عبقرية تحفظ معاك الفول في التلاجة بنفس الطعم وكأنك لسه عاملاه حالا. انا بس عايزة اوريكم. بصوا قوام الفول يا جماعة بعد ما قعد كمان 10 دقايق. بصوا الجمال اهو. شايفين اللفة بتاعته لافف قد ايه وتحفة بجد. طب تعالوا بقى نحط منه بقى في طبق كده شوية ونستمتع بشكله ونشوف. احلى طبق فول مدمس لما تكوني عاملاه بايدك بنظافة وبالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين شكله وجماله اهو. بصوا يا جماعة هو هنا برد شوية فتقل اكتر، وبصوا لمعته بيلمع لوحده من غير اي حاجة. السر بقى اللي هيخليكي تحتفظي بالفول يعني في التلاجة وما تفرزهوش، هو ان انت تحطيه سخن لسه مطفي عليه حالا في برطمان ازاز يكون متعقم يعني محطوط في مية بتغلي كده، ورجاه كويس قوي كده بالغطا، وبعدين سايباه ينشف خالص. يعني البرطمان ناشف بس اتعقم بمية بتغلي يعني بنحط كده ربع البرطمان ميه بتغلي ونرجه كويس. دي طريقه التعقيم للبرطمانات. وبعدين حطيت على وشه ايه؟ بصوا شويه زيت بوريكم اهو. يعني كده احنا بنحتاج الزيت لما بنيجي ناكل الفول، فالزيت ده مش هيبقى يعني مش هيخسر. حطي على وشه زيت كده وحطيه في التلاجة. حطي بقى برطمانين 3 4 5، مش هيبوظ خالص معاكي ابدا. اما بقى طبق الفول الروعه ده اللي يستاهل بقكم، هنحط عليه زيت، هنحط عليه كمون، شويه ملح، عايز تحطي شويه شطه حطي، بس انا حاطه فلفل اخضر هو حامي جنبي، عصرت عليه نص ليمونه. وهنحط عليه بقى اخر حاجه للفول وهي الطحينه. عايزه اقولك ان من جمال الفول ده يا جماعه ولادي اتغدوا النهارده بالفول رغم ان انا كنت عامله غدا، لانه عجبهم جدا. وعيش بقى معاه كده طازه هجيبه لكم دلوقتي. واحلى غدا اتغدوه بالفول ده. هو كده فول وبس، ما كلوش جنبي اي حاجه، وسابوا الغدا اللي انا كنت عاملاه. من جمال الفول بجد. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا، وهيعجبكم بجد بجد، وهتعملوه كده على طول، ما تشتروش من بره ابدا، احلى بكتير. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافاده. يا رب تكونوا استفدتوا. لايك بقى حلو للفيديو. وعايزه اقول لكم ان انا حطيت اللي عايز يحط في اكياس ويفرز يحط، في برطمان يحط، في علبه يحط، كله ماشي معاكم، وعملت لكم كل الاختيارات اللي انتوا عايزينها. شكرا لكم.